اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحمد لله. النهارده احنا هنعمل الكحك. دول 3 كيلو من الدقيق، عليهم كيلو ونص من السمنه. دي سمنه روابي عاديه، وديت سمنه شويه، ده نص يعني. تاني ده كيلو وده نص سمنه من البلدي على سمنه من المزارع، وكوبايه سكر بودره، اللهم صل على سيدنا محمد، وسمسم، و3 كوبايات من السوائل. 3 كوبايات من السوائل، يعني كوباية لبن وكوبايتين من المية. ماشي. هتحطي بقى السكر على انت بس بصوا بقى، هنا السكر البودر انا كنت عملته قعدته شوية فلقيته جمد معايا، فيعني انتي هتضربي السكر حطيه على طول. ماشي. هنا حطيت الخميرة، 3 معالق من الخميرة. ماشي. دول اللي اتبقوا، يعني انا كنت شاريه كده ب5 جنيه، دول اللي اتبقوا. ديت نص معلقه من البيكنج باودر. كل ده تقلبيه، وايدي يعني الحمد لله نظيفه، وضوافري قصاها يعني اهم حاجه في الحاجات دي النظافه بصراحه، عشان الواحد يبقى بياكل بعد كده وهو مطمن يعني. طبعا السمنه دي يا جماعه كانت سايحه، انا كنت ادحاها يعني مسيحاها جامد، وسبتها تهدى شويه، ورحت جايه حطاها في التلاجة. تمام. ده كحك على البارد. بصراحة مش بيحمي على القلب وحلو يعني. بس هنا بقى طبعا انت هتدوبي شوية هتدوبي كيلو السمنة في الدقيق، وبعد كده تحطي بقى النص التاني. بس بقى فهنا هتدوبي اللي هو السمنة كلها، ومش ان انت مش عجن يا جماعة، والله ده مش عجن، انا بس يعني بخلي السمنة تدوب في قلب الدقيق. بس هفضل بقى شغالة كده شوية لحد ما احس ان هو بقى عامل زي الغريبة كده. بصوا بتبسيه بقى، تقعدي تبسي فيه كده، عشان هو ده اللي بيطلعه ناعم وحلو. بصي اهو، تقعدي تبسي فيه كده، تبسي فيه. طبعا انا بسيته يعني وعملت كل ده، بس هو طالع عامل ازاي. بس ده وقت بقى ايه السوايل. تمام. هتحطي بقى ريحة الموز. شوفي انتي عايزة تحطي ريحة ايه وتحطيه على كوباية اللبن دي. كده اول حاجة انا حطيتها، اخدت مني كمان كوبايتين ونص زيهم، كوبايتين ونص زيهم. بس هنا كده بقى ايه لحد ما بقت عجينة كويسة متماسكة معايا. بصي اهو، اخدت كوبايتين تاني يا جماعة، كوبايتين ونص تاني. كده هي بقت العجينة كويسة خالص اهي. بتاخديها في راحة ايدك كده، تحسيها كده ايه، بقت عاملة زي الملبن كده اهي، مش بتشقق ولا اي حاجة. بتفضلي بقى انت تظبطيها كده شوية بشوية، شوية بشوية، لحد ما ايه تلاقيها اتظبطت معاكي. بس بكيس وتروحي قافلة عليها عشان ما تنشفش منك. هنا انا كنت حاطة عاملة بتاع دوت ملبن، وعليه سمسم، وعليه سمنة بلدي، ودعكته في قلب بعضه كده وعملته كور. معلش، وهنا التصوير انا كنت مفكرة ان انا بصور وايدي باينة قوي، يعني هنا التصوير مش قد كده، معلش. بس بتحطي بقى الملبن في قلب بس دي بالبصامة، بس البصامة يعني ما عجبتنيش قد كده، لاني حسيتها ان هي راحت، بقت عاملة زي حتة القرصة. بصوا هي باينة وحلوة وكل حاجة. طبعا يا جماعة السجان مش مدهونة حاجة، السجان مش مدهونة حاجة. دي كمان واحدة، بس معلش برضه انا كنت مفكرة ان الكاميرا جايبة ايدي، يعني مش جايبة ايدي قد كده. معلش هنعدي الحتة دي مع بعضينا. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش يا جميلة تشتركي معايا في القناة وتدوسي لايك، الله يكرمك. بصي بقى هنا ده النقشة بقى. انا بقى بحب المنقاش بصراحة. هي البصمة سهلة، بس ما عجبتنيش قد كده. دي النقشة بقى اهي. انا بقى بحب النقشة دي، وما شاء الله يا جماعة، والله لما سويته النقشة ما راحتش خالص، لاني مش مكترة بيكنج باودر. لو مكترة بيكنج باودر مسافة ما هيخش الفرن هتلاقيه ساح في قلب بعضه كده.
هي يعني نص معلقة صغيرة ولا معلقة صغيرة بس. البصمة اهي. بس ما عجبتنيش قد كده، ان انا كنت في البداية خالص والله يا جماعة، يعني ده كان قبل الفطار يمكن بساعة ولا حاجة. بصوا بقى، معلش العيال راحة والعيال جاية والمش عارف ايه، بيبقوا يومين، فبيبقوا يومين كده ايه مدعكة يعني، بس بتبقى فرحة يعني. ربنا ما يقطع لنا عادة ابدا يا رب في بيوتنا، ونعمل احسن حاجة وكل حاجة يا رب. ربنا يرزقكم يا رب من واسع فضله. دي نقشة معايا. بص انا هنعمل مع بعض كذا نقشة يعني وكذا طريقة. اللي حابة بقى ان هي تبقى تعمل زيها تتفضل. دي بقى برضه نقشة تانية. بص انا بعتمد في نقشة معينة كده بصراحة، بعتمدها بحسها سهلة وبتسهل عليا الحوار يعني. بصوا دي اسهل حاجة انا بحب اعملها. في واحدة تانية اللي هو انتي طالعة كده اهو، اهي. بحب انا اوي النقش ده، بحس ان انا بقرصه. اللهم صل على سيدنا محمد. في بقى نقشة تانية واللي هي ورقة الشجرة دي، عارفينها؟ بصوا بقى هنا يا جماعة المغرب كان أذن علينا، واليوم ده بقى اللي هو اليومين بتوع الكحك والبسكوت دول، احنا بصراحة بنبقى بنجيب من المطعم بره فول وطعمية وسقعة وبطاطس ومعرفش ايه وسلطة. البنات بقى قاعدين بس. ديت بقى بعد الفطار. دي بقى ورقة الشجرة دي، عارفينها؟ حتة الملبن بتتحط اهي. بصي هتبقى عاملة ازاي اهي. اهم حاجة الظبطة دي بس. نقشتها نقشة عادية خالص بس بصراحة حلوة. بصوا حاولوا بقى يا جماعة بالله عليكم، الغلطات اللي انا غلطتها هقول لكم عليها عشان انا بحب الامانة في الحاجات دي والله. ريحة الموز كتروها شوية، ريحة الموز كتروها شوية. بس هنا ده. وفي حاجة كمان برضو نسيتها، اللي هو بهارات الكحك. انا محطتش بهارات الكحك مع اني كنت جايباها، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انا نسيت ان انا احطها. بصوا هو باين ان هو عندكم هنا احمر قوي ومدي على بس هو والله العظيم مش كده، ده طلع التسوية مظبوطة وحلوة الحمد لله. بس بقى هنا كده انا عملتهم الحمد لله، وبوريكم كده ايه النهاية يعني. احنا مع بعض من البداية. بصوا النقشة بقى ولا راحت ولا حصل فيها اي حاجة، عشان ما كترتش المواد الرافعة يعني. ما فيش بيكنج باودر كتير لو حطيتي بيكنج باودر كتير هتلاقيه ده كله ساح في قلب بعضه وقلب معاكي حاجة تانية يعني. بس هنا حطيت شوية سكر بودرة. بصي برضو اللي عليها اللي هي بالبصامة دي، انا ما حبيتهاش بصراحة قد كده يا جماعة، انا حبيت اللي هي بالنقشة اكتر يعني. وهو زمان كانوا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. بصوا يا جماعة والله دايب وجميل ما شاء الله، تقوم لا قوة الا بالله يعني. بصوا دايب وحلو. انا يا جماعة مش بحبه اللي هو يبقى ناعم لدرجة ان انت تمسكيه يقع و... بس ومش بحبه اللي هو يعني يبقى دايب قوي ولا يبقى ناشف قوي. هنا بقى بصوا يا جماعة انا ما عنديش علب كبيرة، فجايبة كرتونة وحاطة فيها الكيسة شفافة من اللي بتتباع يعني، كيسة شفافة وبحط فيها حاجتي سواء كحك سواء بسكوت. فما عنديش علبة كبيرة يعني ان انا اشيل فيها الكمية دي. بس اهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.